بما إني قررت إني أعمل لكم مجموعة من الفيديوهات خاصة بإزاي نعمل أكل المطاعم في البيت، فكان لازم أبتدي الفيديوهات دي بأول وصفة وهي الفرايد تشيكن. تعالوا أقول لكم عملتها إزاي. أنا هنا استخدمت الدبابيس وبعد ما غسلتها ونضفتها كويس عملت فيها فتحات بالطول عشان التتبيلة تدخل جوه اللحم. التوابل عبارة عن ملح وفلفل أسود، بصل باودر، توم باودر، توابل فراخ وبابريكا، عملتهم ميكس مع بعض وبدأت إن أنا أتبل بيهم كل الدبابيس. هبتدي إن أنا كده أدلكها من بره وأدخل كمان التتبيلة دي جوه الفتحات اللي فتحتها. الخطوة دي هتخلي طعم اللحم من جوه أصلا نفسه متبل. وهنا ضفت كوباية من اللبن الرايب، لو ما عندكوش لبن رايب اعملوا زي ما أنا عملت، كوباية من الحليب العادي وعليها شوية من الخل، قلبتهم كويس مع بعض وخليتهم شوية بعدين ضفتهم على الفراخ. خليتها في التلاجة 3 ساعات وده لإني مستعجلة، لكن لو مش مستعجلين ممكن تخلوها ليلة كاملة. نيجي بقى للطبقة اللي بره وهي أهم حاجة في الفرايد تشيكن. استخدمت نكهة الشام اكسترا كرانشي الباردة والحارة، حطيت باكت من ده وباكت من ده على بعض عشان يكون السبايسي بتاعه قليل شوية. وهنا مش محتاجة أضيف ولا نشا ولا أي توابل، هي أصلا نفسها متبلة وفيها كل حاجة. حطيت الدبابيس في الخلطة دي وبدأت إن أنا أضغط عليها كويس وأنفضها كده عشان تديني شكل الكراست من بره المقرمش. وهنا كنت بسخن زيت غزير على درجة حرارة عالية. بعد كده حطيت فيها كل قطع الفراخ وهديت النار شوية، تفضل تقريبا ربع ساعة على نار هادية، بعد كده هعلي النار عشان تاخد اللون الحلو من بره. يعني إجمالي التسوية كده تقريبا 25 دقيقة وتطلع معاكم باللون التحفة ده، وهتبقى معاكم مستوية ما تقلقوش. وزي ما انتم شايفين طلعت من جوه مستوية وبيضة من بره مقرمشة. جربوها بطريقتي وانجوي.